ازاي ان انا اقدر اسحب فلوس من البنك، ازاي ان انا اخد مرتبي، اخد المعاش بتاعي، اقدر اخد ازاي الفكة اللي بتبقى موجودة في مكنة البنك اللي هي 5 و10 و20 لغاية 40. طبعا دي اسئلة الواحد على طول يقعد يفكر فيها كل شهر. انا لما بروح اقف في البنك الدنيا زحمة، ووقت الموظفين والمعاشات بيبقى فيه زحمة كتير جدا على البنوك، واحيانا بروح الاقي الفلوس مش موجودة في المكنة، فاقعد الف عشان الاقي مكنة فيها فلوس، اقعد الف كتير جدا عشان الاقي ماكينة واحدة فيها فلوس. طيب الحل النهاردة طلع قرار من وزير البترول، وقال اعلان جميع محطات الوقود، البنزينة بالبلدي كده، البنزينة محطة الوقود النهاردة حضرتك تقدر تروح تصرف منها بأي كارت بنكي، مش الأهلي بس، أي كارت بنكي. معايا كارت اللي هو كارت الاي تي ام، فيزا، ماستر كارت، معايا ميزة. ممكن بدل ما اروح ماكينة البنك واقف في الطوابير دي كلها، ادخل على اي بنزينة واقول له لو سمحت انا عايز فلوس، انا عايز مرتب، انا عايز معاش، ايا كان. هي كلها مسمى ان حضرتك بتسحب نقدية، سواء بتاخد مرتبك، سواء بتاخد من حسابك الجاري، من حساب التوفير، بتاخد من المعاش. هو بالنسبة في محطة الوقود او في البنزينة حضرتك بتدخل تقول له انا عايز فلوس، مش مهم بقى المسمى بتاعها. تمام. السحب بيكون بدون عمولة، يعني حضرتك زي ما بتروح تسحب من ماكينة البنك بدون عمولة، لما هتروح تسحب من البنزينة مش هياخد منك عمولة، مفيش عمولة ان هو يدي لك فلوس. حضرتك هتقول انا عايز 100 جنيه، هتاخد ال 100 جنيه هيتخصم من حسابك هي نفس ال 100 جنيه، يبقى حضرتك كده مش خسران حاجة. وزير البترول باشمهندس طارق طلع النهارده وقال يا جماعه حصل تعاون مع شركه اي فاينانس، دي اللي هي المسؤول المالي في وزاره الماليه، وعمل ربط، وعملوا نقطه اسمها بي او اس. البي او اس ده اللي هو ماكين، اللي هو مكنه صغيره بتبقى مكنه سوداء اسمها ماكينه النقاط، بتبقى موجوده في محطات البنزين، بتبقى موجوده في السوبر ماركت. بقى دلوقتي كل محطات البنزين موجود فيها ماكينة البي او اس، حضرتك هتروح تسحب بنفس الطريقة اللي احنا قلناها، وبدون اي طوابير، وبدون اي زحمة، وبدون اي عمولات، واي كارت زي ما احنا قلنا من اي بنك حضرتك ممكن تروح تسحب. الكلام ده ابتدى من النهاردة. ارجو ان الفيديو يوصل لكل الناس اللي تعرفوهم علشان نقدر نحل مشاكل الزحمة أثناء القبض في المرتب، في المعاش. النهاردة في المعاش الناس كانت بتروح لمكان بعيد عشان تقبض، ما بتلاقيش مكان جنبها علشان تقبض منه. الراجل الموظف، الست الموظفة، الموضوع ده دلوقتي اتحل. أرجو نشير الفيديو لكل الناس اللي نعرفهم عشان يوصل لهم المعلومة، ويا ريت تعمل شير، لايك، وتعمل كومنت، تقول رأيك، تقول تجربتك. ولو أول مرة تشوف معانا القناة يا ريت إن أنت تشترك معانا في القناة، ويا ريت إن أنت تشوف الفيديوهات اللي موجودة في القناة، هتلاقي فيديوهات مفيدة جدا في كافة المجالات. يا ريت ما نشوفش الفيديو ده ونمشي، وندور في القناة على فيديوهات تانية مفيدة كتيرة جدا هتفيدك إن شاء الله. أي استفسار تحس إن أنت عايز تسأل أي حاجة، اكتب لي الاستفسار بتاعك في كومنت، وهيتم الرد عليه فورا ان شاء الله، لان كل الكلام اللي احنا بنقوله كلام له معنى. وجمال هاشم، اشوفكم يا رب بكل خير. السلام عليكم.